السلام عليكم ورحمة الله. حسوي جبنية مقادير زي ما انتم شايفين، يعني مقدار صغير مو كبير، يعني مو كمية كبيرة. احط هنا خميرة في جك الخلاط هنا. بعدين هنا عندي حليب وسكر وبيكنج باودر، كلها ملعقة صغيرة صغيرة. وبعدين الجبن، حطيت انا جبن ابيض، انت تقدر تحطي اي جبن، تحطي جبن شيدر، تحطي جبن مثلثات زي ما تحبي. وهنا فنجان، نص فنجان لبن زبادي، نص فنجان موية، ونص فنجان زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وحبة بيضة، واخلطهم مظبوط، وبعدين اعجنهم بكوب دقيق. احط الزبدية بعد ما خلطته مظبوط مرة تمام، اخلطيه خلاص. بعدين احط تقريبا عليه كوباية وشوية دقيق، واتركه يخمر كده نص ساعة الى ساعة. دحين غطيتها، شوفي العجينة تكون لينة شوية، ما هي قاسية مرة. وبعدين خلاص اغطيها تقريبا من نص ساعة الى ساعة حسب الجو. خلاص صارت معايا بحجم متساوي. هذا قوالب اخذتها طلبتها من نون، مرة مريحة فيها كل المقاسات. هذه اللي سويت بها الجبنية، ينفع للششبرة اي شيء. حتى عندك اصغر مقاس، في المقاس الكبير كمان. حلوة يا بنات، انصحكم بها صراحة، مرة عملية وحلوة. نوع جيد يعني، مو تعبان. اديها على نار وسط، لا تكون النار عالية عشان لا ينحرق عليكي، لأنه بسرعة تنحرق الجبنية. خليها على نار واطية وقلبي فيها زي اللقيمات تقريبا. شايفين ما شاء الله. نحط الزبدية واحط عليها الشيرة، تحب تحليها بالشيرة بالعسل اي شيء زي ما تبغي. شوفوا من جوا كيف ما شاء الله. هذه دليل على نجاح الجبنية.